ايه ايه انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف. هتقول لي انت ماسك ورقه بيضاء ليه؟ اقول لك ده احنا كده هنطلع من الموسم كده، احنا فرقه كده ابيض يا ورد، احنا فرقه ابيض يا ورد، احنا فرقه ابيض يا ورد. راح جايب لي زيزو اللي هو اسمه بيزو، جبت لي امام عشان تقول لي مش عارف ايه. كلهم على الله، كلهم على الله، كلها لعيبه بيضه، كلها لعيبه فاهم انت ابيض يا ورد، والله ابيض يا ورد. لعيبه ما فيش روح يا جماعه، ما فيش هباب يا ثلاثه. شكل طيب، شكل قصاد الناس يا بيراميدز، شكل طيب يعني. الهيبه بتاعتي يابا، الهيبه يابا خلي بالك منها. ثلاثه ايه؟ ده خدني رايح جاي، ده خدوني رايح جاي يا جماعه، خدوني رايح جاي. 2 الدور الاول، 3 الدور الثاني، بفرقه المليار. والله فرقه ملط، والله العظيم كمان فرقه ملط. الراجل بتاع المقاولين ده مع احترامي نبعت له التحيه دلوقتي، نبعت له التحيه للمدرب بتاع المقاولين ده ولا حد يعني في جهاز الاداري بتاع المقاولين. قال انتوا فرقه ملط. انت شايف دي فرقه، دي فرقه، دي فرقه معموله غلط في غلط في باب بسبب الصفقات الكيديه. هنتكلم على كل حاجه، ولكن لازم تنزل تعمل لايك حالا، تنزل تعمل لايك حالا وشير على قد ما تقدر. الفيديو ده لازم يوصل لاكبر عدد من الناس، تنزل توسع عشان لو هقول كلام بجد بقى انزل اعمل لايك حالا. لازم الفيديو يوصل لكل الناس، يوصل لمصر كلها، عشان احنا معانا فرقه نفخناها. قالوا لك فرقة المليار، الفرقة اللي هتكسب كل حد في افريقيا، الفرقة اللي هتنيم تعبت من كتر الكلام، تعبت من كتر الكلام اللي انا كل شويه بنقول، كل شويه بنهبب، كل شويه بنعمل. يعني مين صاحب اللي احنا فيه ده؟ مين السبب في اللي احنا فيه ده؟ مين سبب فكره انك تروح تجيب مدرب تعمل له عادي 3 سنين بشرط جزاء مش عارف تمشيه، مش عارف تقول له مع السلامه، قاعد حاطط رجل على رجل يقول لك اللي ماشيني يمشيني اديني فلوس يابا. مين صاحب العقود ديت؟ مين صاحب فكره ان النادي يفضل واصل بالمستوى ده؟ لعيبه ولا عندها روح. كل المميز يعني كل اللي يخصهم اللي هو لابسين تيشيرت الاهلي. فرقه حرفيا من اولها لاخرها ما يستحقش واحد فيها، كلهم يمشوا يابا، كلهم يمشوا بقى يا عم بقى. كفايه قرف بقى، كفايه. انا عاوز ايه تاني؟ مريحين اكتر من 18 يوم، مريحين اكتر من 18 يوم. فرقه البهوات، فرقه صحاب المشاريع، صحاب الحفلات، صحاب الافراح، صحاب البدل، صحاب العربيات، فرقه كلها بشوات في بشوات. اتفرج على الجول لما جبنا جون التعادل، ها المفروض اللعيبه تفرح، يفرحوا، ولا حد فرح. مين بيتمشى ولا بيضحك ولا بيتحمس؟ عاوز تكسب ازاي يا باشا؟ عاوز تكسب ازاي؟ فهمني. وهي لعيبتك ما بينها وما بين بعضها ما بتحبش بعض، عاوز ايه تاني؟ عاوز اتفرج على جون التعادل والنبي وروح شوف كده وتابع ردود افعال اللعيبه لما جبت جون التعادل. المفروض اللعيبه يلا يا شباب عادي عشان تعرف اللقطة ديت تثبت لك 1,000,000% انك عندك مشاكل جوه، واللي بيطلع في الاعلام واللي بيطلع لك في السوشيال ميديا كل ده بيكذب عليك، كل ده يعني اللي هو فاهم انت اضحك عليهم بكلمتين، اوضه اللبس جميله، اللعيبه مش عارف ايه. شوف عيني عينك، عيني عينك. اللعيبه لما انت جبت الجون اللعيبه ما بتحتفلش مع بعضيها. يا ليله يا ليله يا ليله. تقول لي دوري ابطال افريقيا؟ ما انا جننتوني الله يخرب بيوتكم. تقول لي دوري ابطال افريقيا؟ ده انت لو حصلت الكونفدراليه، ده انت لو حصلت الكونفدراليه يا بيه انت وهو. دي فرقه حرفيا تستحق ان يكون في الكونفدراليه، تستحق انها تلعب البط الكيني والبط الاثيوبي والبط مش عارف، تستحق تلعب الناس دي، تستحق الناس دي خلاص. الناس دي لازم تفوقوها بقى، لازم. مش كل ماتش يا جماعه، احنا طول الموسم يا جماعه طالعين ابونا وحرق دمنا، حرقتوا دمنا يا جماعه. انتوا وصلتونا لمرحله اللي احنا خلاص فقدنا الشغف في الفرقه ديت. وقبل ماتش بيراميدز الناس تقول لك ايه، لا 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 احنا نكسب بيراميدز ونكسب الزمالك وناخد الدوري. ادي خسرت من بيراميدز وهتخسر من الزمالك وهتخسر الدوري، واحفظ الحته دي عندك،
واحفظ الحته دي عندك. هتخسر من الاثنين وهتخسر الدوري وهتشارك في الكونفدراليه بالمنظر الفرقه دي، بالمنظر الاشكال اللعيبه دي، ولا في الروح. انت متخيل حاجه باينه قصاد الاداره من بدايه الموسم، المفروض تيجي في يناير تحلها، راح جايب لي صفقه الجزار دي بتعمل ايه وانت عندك مشكله دفاعيه؟ الجزار ده اللي انت رحت جبته ب 60 مليون عمل ايه؟ المفروض تروح تجيب مهاجم، عندك مشكله في خط الهجوم، رحت جبت لي كاموش ما بيلعبش، ايه ده؟ اخطاء الخطيب مستمره والناس تقول لك الكابتن الخطيب بيكربك، الخطيب حببها خلاص، الخطيب جاب ظرافها. فرقه حرفيا تستحق نكون في المكانه دي، تنزل كمان تحت، ما يستحيل ما تشاركش في اي حاجه. ها ولا خرجت من الكاس، خرجت من خلاص دور، خلاص خرجت من افريقيا، خرجت من كل حاجه، كله. ايه عاوزين ايه تاني؟ ايه تاني واحنا جبنا كل حاجه وقلنا كل حاجه. اتفرج على زيزو قولي فكره انك رحت اتعاقدت مع زيزو ده ليه؟ فكره انك تروح تديني لزيزو ده بالمبلغ الضخم ده ليه؟ ليه تروح هتقول لي لا ما كان لعيب فري ما يمشي يا عم، رفع حته يا عم، انت جبتولي بوظ لي اوضه اللبس. هتقول لي ما هو لا عارف الناس المحنكين اللي بيطلعوا لك في القنوات، ده زيزو ده لعيب طبعا كان فري، لعيب كويس جدا من اهم اللعيبه الموجوده في الدوري المصري في اخر كام سنه، لعيب محافظ على مستواه، فمن حقه انه الاول لما يكون فري فالاهلي يبقى شريك، ده لا لو ما اشتروش يبقى غلطان، فعلا غلطان انك تروح تجيب لعيب محلي. ها قول لي زيزو من ساعه لما جبته استفدت منه ايه؟ الحاجه الوحيده اللي عملها لك ان هو بوظ لك اوضه اللبس، الحاجه الوحيده اللي عملها لك ان خلى كل لعيب اللي عندك تقول لك ما احنا عاوزين زيه، اشمعنى ده بياخد 100 مليون بس انت عشان ايه؟ عشان الزمالك ما يجددلوش، عشان تعمل في الزمالك اهو جبته عندك، رحت جبت لي بن شرقي، جبت لي مش عارف مين. عاوز ايه تاني؟ قولوا لي بجد عاوزين ايه تاني؟ انتوا عاوزين ايه مننا؟ فهموني. لما يكون مستوانا بالمنظر ده يا جماعه، احنا بقينا ملطشه، كل اللي جت تعالى يلا اديك على قفاك، يلا تعالى اديك على وشك، يلا اي حد بيكسبك، اي حد بيعمل معاك اي حاجه. انت في عصر الازمات، انت في عصر الكوارث، انت في عصر خطيب بفرقه المليار. نزل لي بيان والنبي لا تنزل لي بيان، يا جدع، والنبي لا تنزله لي، نزله لي والنبي، نزل لي بيان، خلاص يا باشا، احنا كمان في عصر البيانات، احنا عمرنا ما كنا فكره اللي احنا كل 3 ايام ننزل بيان، كل يومين ننزل بيان، احنا كنا امتى كده يا باشا؟ كنا امتى كده يا بيه؟ كل شويه ننزل بيان في بيان. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي، فرج عزيزو مش قادر يجري، مش قادر يشيل رجله، ولا عدى منه راح ملبسك ضربه جزاء، هوبا الثالث، ياسين مرح هوبا جون، ده مش عارف هوبا جون. اتفرج على واد اللي عندهم مهاجم يا خطيب. هتقول لي ما احنا نروح نجيب، ما نعمل حاجه بقى بمستوانا بقى، ما نجتهد ونتعب كده ونروح نجيب مهاجمين، ما نجتهد كده ونشتغل بقى ونعمل اي حاجه ونروح نتعاقد مع لعيبه. روح شوف لي لعيبه قد الفلنه دي، باينه وواضحه زي الشمس ان من بدايه الموسم عندك مشكله في خط دفاعك، باينه وواضحه زي الشمس، عندك مشكله في خط الدفاع واضحه. عامل نفسك مش واخد بالك، عندك مشكله في خط الهجوم، عامل نفسك مش واخد بالك، عندك مش عارف مشكله، عامل نفسك مش واخد بالك. طب ايه اخرتها؟ طيب فهمونا يا جماعه ايه اخرتها؟ خلاص هنطلع كده، والله هفضل ماسكها لك كده يا باشا، ورقه بيضه، خلاص. ناس قالت لك قبل الماتش النهارده قال لك ايه؟ الزمالك اتعادل مع انبي، خلاص الزمالك اتعادل مع انبي، خلاص بقى فاحنا ننزل نكسب والفرق يقرب مش عارف ايه. والله انا كنت عارف،
كنت عارف اللي فيها وكنت عارف اللي هيحصل، لان لعيبه يا جماعه في حاجه كده تقول لك ايه، في بصيص امل، في حاجه انا شايفها، في لقطه انا شايفها. اتفرج على اول 10 دقايق من الماتش، لقيت حماس باور تك تك تك، ريحوا كلهم، ريحوا. طب ريحوا بقى، طب ريحوا انتوا شويه على جنب. كارثه، 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 واللي سببها الخطيب، كارثه واللي سببها الناس اللي مسؤوله عن الكوره. نعمل لكم ايه تاني؟ نعمل لكم ايه؟ شكلنا قصاد الناس طيب 3 طيب يا بيراميدز، شكلي قصاد الناس طيب، شكلنا قصاد الناس يا عالم، شكلنا قصاد الناس 3 تخسر بال3، حاجه تحزن، حاجه تحزن. تمام. الماتش الجاي عندك ماتش القمه يوم الجمعه. سلام.